السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يا جماعة اللي بتعملوا قناة العربية السعودية عدى كل الحدود وتجاوز كل الخطوط الحمراء. احنا مش هنسكت بعد النهاردة، وهنتكلم وهنفضح وهنفتح مواضيع مهمة جدا. من أول ما بدأت الأحداث في مدينة سبتة المحتلة، وأنا شايف من وجهة نظري إن قناة العربية واخدة اتجاه غريب جدا جدا، معادي اتجاه المغرب. ما تفهمش ليه. البداية كانت بتسمية مدينة سبتة المحتلة ومليلية المحتلة إنهم أسبانيين، وبشكل واضح جدا جدا في كل منشوراتهم، وكأنهم بيتعمدوا إن هم يكتبوا سبتة الإسبانية في مواجهة المغرب. لكن الموضوع وصل لمرحلة خطيرة جدا بكتير. تعال معايا ان القناة، وهوري لك ان القناة بدأت تنشر فيديوهات زي اللي هوريها لكم كده، فيديوهات قديمة وعلى انها فيديوهات جديدة حصلت من ساعات. تعال بقى شوف اللي هم ناشرينه. ودلوقتي لما تفتح الموقع الرسمي لقناة العربية انجليش، قناة العربية باللغة الانجليزية، هم كاتبين ايه؟ كاتبين مشاهد لعملية اقتحام جديدة لمدينة سبتة المحتلة من جانب مهاجرين مغاربة. خلي بالك، شوفوا الفيديو اللي ناشرينه، واضح الفيديو بيظهر مجموعة من الأشخاص بيحاولوا إن هم يخشوا، لكن الحقيقة إن الفيديو ده قديم ومش من أحداث اللي حصلت امبارح خالص. الفيديو اللي بتنشره القناة على إنه محاولة اقتحام جديدة لمدينة سبتة، هو في الحقيقة فيديو راجع لتاريخ قديم جدا ومفيش علاقة بينه وبين الأحداث اللي حصلت. يعني ببساطة كده عشان نفهم، القناة واخدة اتجاه غريب جدا، واخدة لك فيديو قديم وبتنشره على انه دلوقتي، وبتقدمه للمشاهد على انه تطور جديد حصل امبارح او خلال الساعات الاخيرة. ده حاجة خطيرة جدا وحاجة ما يتسكتش عليها صراحة. لان لما مؤسسة اعلامية كبيرة جدا زي قناة العربية تنشر فيديو قديم على انه جديد، فكده في تضليل للمشاهدين، تضليل للناس اللي بتتابعها، وبتخلق صورة عن حدث ما حصلش أصلا بالشكل اللي هم قدموه بيه. عشان كده لازم نقدم ونسأل قناة العربية والمسؤولين عن قناة العربية، ازاي فيديو قديم يتم تقديمه باعتباره محاولة اقتحام جديدة لمدينة سبتة، وليه ما تمش توضيح تاريخ الفيديو للمشاهد. خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله، الموضوع ده مش مجرد غلطة بسيطة، لأن لما يكون العنوان واضح وبيتكلم عن اقتحام جديد والمادة اللي متصورة وبتظهر للمشاهد، فاحنا قدام قديمة، قدام مشكلة كبيرة جدا في نقل الخبر. تعال معايا زي ما شفنا وهوري لك بالصوت والصورة قناة العربية الفيديو القديم اللي أنا بوريهولك لمحاولة اقتحام من جانب مهاجرين مغاربة. والسؤال هنا، ليه الفيديو ده مش من احداث امبارح ومش من التطورات اللي حصلت خلال الساعات الاخيره، ومع ذلك تم نشره بما يوحي للمشاهد بانه محاوله اقتحام جديده؟ ده مش مقبول. مش مقبول من قناه العربيه بس، لا، مش مقبول من اي وسيله اعلاميه، لان ابسط قواعد الصحافه ونقل الحقيقه والخبر انك لما تستخدم فيديو جديد لازم تقول للمشاهد وتكتب له تاريخ الفيديو القديم، وما ينفعش تقدمه على انه حدث لسه حاصل امبارح. والاخطر من كده ان الموضوع جه في سياق متوتر اصلا جدا، وفي وقت فيه جدل كبير جدا حوالين المغرب ومدينة سبتة المحتلة ومليلية المحتلة. وعشان كده انا بطالب اهلنا واحبائنا والسلطات المغربية انها تفتح تحقيق في الموضوع ده وتشوف بالظبط ايه اللي حصل، وازاي فيديو قديم يتقدم على انه جديد. هل ده خطأ مهني؟ نعرف. لازم يطلع بيان رسمي من قناة العربية ترد على الموضوع ده، لأن لو كان مجرد خطأ فالمفروض القناة تصححه فورا وتوضح الحقيقة للناس. أما لو كان الأمر متعمد، وده اللي أنا برجحه، فهنا الموضوع مختلف تماما، ولازم يكون في مساءلة. نشر وقائع غير دقيقة أو استخدام فيديوهات قديمة على إنها جديدة، دي طريقة بتخلي الناس تفتكر إنها أحداث جديدة، ودي حاجة ما ينفعش يتسكت عليها.
قناة العربية موجودة وبتشتغل في المغرب، وبالتالي لازم تلتزم بالقانون المغربي وبالمعايير المهنية زي أي مؤسسة إعلامية تانية. وبرضه لازم نقول إن تحميل المسؤولية لأي جنسية أو نتهم صحفيين بعينهم من غير دليل مش هو ده الحل، لا. اللي يتحاسب هو المسؤول عن المحتوى نفسه، واللي يثبت انه ارتكب مخالفة مهنية او قانونية. المطلوب ببساطة يا جماعة في اي حاجة زي كده الحقيقة. انت قول الحقيقة للناس، الفيديو قديم تقول انه قديم، الفيديو جديد تقول انه جديد وبالتاريخ. لكن تاخد فيديوهات قديمة وتعمل كلام من ده وتضلل المشاهد، ده اللي احنا ما نقبلوش تماما. في النهاية الرسالة اللي لازم نوصلها لقناة العربية ولكل المسؤولين تكون واضحة جدا. المغرب مش ضد الصحافة، مش ضد أي قناة تنقل الأحداث وتنقل الحقيقة للناس، بالعكس نقل الخبر ده حق أساسي، لكن المشكلة إزاي تقدم الخبر والمعلومة وتكون دقيقة وتكون حقيقية وحصلت. لكن اللي شفناه معلومة غير دقيقة للمشاهد واستخدام فيديو قديم بطريقة بتحوي انه جديد، وده بالظبط اللي حصل في الفيديو اللي انا بوريه لكم دلوقتي. وعشان كده انا بقول لكل الناس القناة العربية تحروا الدقة، وخلي بالك لان المغرب مش هيسكت، ولو حصل خطأ لازم يطلع بيان، ولازم الناس تعترف بيه، ولازم الناس تصححوا على قناتهم. ولو عندكم معلومات تثبت ان الفيديو مرتبط فعلا بالاحداث الاخيره اللي حصلت، موضوع سهل جدا، قدم الادله وقدم التاريخ وبيتم التعامل معاه بجديه جدا. اي مؤسسه اعلاميه يا جماعه لازم تتحمل مسؤوليه المحتوى اللي بتنشره، خصوصا لما يكون لها متابعين ومشاهدين، وخصوصا لما يكون المحتوى ده متعلق بقضيه حساسه بين المغرب واسبانيا في مدينة سبتة ومدينة ملية المحتلة. طبعا مش عايزين الناس تنساق وراء الكلام، لا، ولا بنعمل حملات كراهية ولا اي كلام من ده. احنا عايزين اي كلام يحصل يكون حقيقي، والناس لازم تعرف الحقيقة مش اكتر من كده. ان اي وسيلة اعلامية بتنقل الحقيقة زي ما هي، وتفرق بين الفيديو القديم والجديد وبين الخبر المؤكد والادعاء، وده مهم جدا. عشان كده لو شايف انت من وجهة نظرك ان اللي حصل يستحق التوضيح، انشر الموضوع وخلي الناس تشوف الفيديو الاصلي وتقارنه بتاريخه وعنوانه اللي اتنشر بيه. لان في النهاية اقوى رد على اي وسيلة اعلامية هو انك تكشف الخطأ بالدليل وتطالبها بالتصحيح والمساءلة. قناة العربية زي ما قلت زي اي مؤسسة من حقها ترد توضح وجهة نظرها، من حق الجمهور كمان يعرف الحقيقة كاملة. عشان كده احنا بنوضح الكلام عشان مش هنسكت على التضليل، لكن في نفس الوقت لازم نقدم الدليل، وهي دي الرسالة اللي لازم توصل. لو في النهاية انا بقول حاجة مهمة جدا، شاركوني برأيكم في التعليقات، ولو شايفين اللي حصل ده مجرد خطأ مهني ولا كان لازم القناة تتأكد بشكل أكبر قبل ما تنشر الفيديو. واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وتحياتي لأهلنا في المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.